الجزء اللي بعد كده وهو الصحة والعادات. النصيحة رقم 47، كل أكل صحي. فالبني آدم ده اعتبره عامل زي العربية. العربية دي أنت بتحط لها بنزين 80 ولا 92 ولا 95. الأكل اتعامل مع الأكل زي البنزين. أنا الفترة دي حرفيا حرفيا تعبان جدا جدا بسبب إني تهاونت الثلاث شهور اللي فاتوا في موضوع الأكل. بعد ما قعدت سنة كاملة عندي نظام في الأكل وماشي على أكل صحي وإنتاجيتي بسم الله ما شاء الله، فجيت رجعت تهاونت في موضوع الأكل وبقيت إن أنا يعني أقابل ناس وآكل هنا وآكل هنا فصحتي اتدمرت، معدتي اتدمرت، تركيزي قل، في مشاكل. فلذلك بدأت إن أنا أرجع لموضوع الإنتاجية والتركيز. والفيديو ده أنا عامله لنفسي قبل ما أعمله ليكم عشان أفكر نفسي بالعادات والحاجات اللي أنا كنت شغال عليها السنين اللي فاتت عشان أزود إنتاجيتي. فالنصيحة رقم 49، كل أكل صحي. نصيحة رقم 50، اشرب مية أول ما تصحى. الناس بتوع الإنتاجية بيتكلموا على موضوع المية ده، في ناس بتقول 60 أنطة، معرفش إيه موضوع 60 أنطة، ولكن أنا مثلا بجيب الإزازة اللي زي دي أول ما أصحى وبحاول إن أنا أشرب قدر المستطاع على قد ما أقدر. فحابب أحكي في موضوع المية ده. موضوع المية ده اللي أنا اكتشفته فيه إن أنت اشرب مية وأنت قاعد، ما تشربش وأنت واقف. سمي، اشرب على 3 مرات، اشرب مية كويسة، مية نظيفة. اشرب على قد ما تقدر في يومك من المية. حاول إن أنت تشرب مية كتير خلال يومك. أنا بصور الفيديو ده خلاص وصلت لمرحلة إن أنا عايز أشرب مية، فبالمناسبة فأنا هعمل إيه؟ هشرب مية. في حاجات جزائز زي دي 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 حاجة صحية. يعني البلاستيك بتاعها مش بيتفاعل مع الميه. حاول ان انت تجيب حاجه صحيه، بحيث تجيب حاجه اللي هي بتبقى مرقمه. في حاجه انا كنت دورت عليها فتره ولقيت بديل ليها، اللي هو بيبقى ايه، بتبقى مرقمه. اللي هو ده اشربه لحد الصبح، ده مثلا لحد الساعه مثلا الظهر، الساعه 2، الساعه 3، الساعه 4، بحيث ان هو خلال يومك يكون هو عامل لك حجم معين من الميه وتخلص الوقت ده. الافضل من ده كله ايه؟ ان انت تشرب في الجزايز اللي هي الجزاز مش البلاستيك. ان انت يكون عندك جزاز زي بتاعه العصير، الجزاز، وتشرب من حاجه جزاز. الافضل والافضل من الموضوع ده كله ده، وكان نفسي اجيبها، الجله. انا لحد يومنا هذا عندي جله في المطبخ بتاعي، عندي جله يا جماعه. انا لحد النهارده بشرب من الجله. عندي تلاجه مليانه ازاز ميه، ولكن لما بحس ان انا عايز اشرب وعايز ارتوي بدخل بدخل المطبخ وبشرب من الجله. وهتلاقوا ابحاث كتير بتقول ان الميه اللي احنا بنشربها دي مش ميه حيه، يعني هي مشيت في مواسير والكلام ده، وان انت عشان ترجعها حيه فهي لازم تتحط في حاجه عامله زي الجله. نصيحه رقم 50، اشرب ميه اول ما تصحى. اشرب ميه زي ما قال الحديث بتاع الرسول. تابعوا الحديث بتاع الرسول في موضوع شرب الميه. اشرب وانت قاعد، اشرب على 3 مرات. اشرب ميه على قد ما تقدر خلال يومك. حاول ان انت تشرب من الجله او من الزير او من جزازه صحيه، مش الجزاز اللي هي بتجيبها المعدنيه وتقعد تعبيها اكتر من مره. من جزازه البلاستيك ما بيتفاعلش مع الميه، او اللي هي الجزاز. النصيحه رقم 51، اشرب شاي اخضر بدل القهوه. القهوه كويسه وبتزود مفيده لضربات القلب والخ الخ الخ، ولكن حاول ان انت بدل ما تفرط في شرب القهوة وشرب الشاي، استبدل كوباية أو 2 من القهوة أو الشاي بالشاي الأخضر. نصيحة رقم 52، حاول وأنت بتشتغل هات لبان. كان نفسي يكون حوالين الحاجات دي. معظم الحاجات دي موجودة عندي، ولكن يعني أنا ما جبتش إلا إن هم الحاجات دي. كنتش حابب إن المكان يكون زحمة. هات لبان وأنت شغال، ولو لقيت إن أنت بتعمل تاسك محتاج تركيز امضغ لبان، ولكن حاول قدر المستطاع ان انت يعني كراجل، دي تفكيري، يعني دي وجهة نظري، ان انت كراجل ما تاكلش لبان ده قدام الناس. حاول انت تجيب حاجه نظيفه، لبان كويس، لان حسب معلوماتي ان معظم اللبان اللي
موجود في السوق فهو عباره عن بلاستيك مش اللبان اللي هو الاصلي بيطلع من الشجر. فحاول ان انت تستنضف موضوع اللبان ده، حتى لو هتجيب اللبان اللي احنا بنسميه هنا في الصعيد اللي هو اللبان الدكر اللي هو المر خالص ده، بيتباع عند العطار. معرفش اذا كنت انت تستعمله ولا لأ، ولكن هو كويس وصحي. هات لبان لو انت حاسس ان ده بيزود تركيزك. مش بيزود تركيزك وانت شايف ان دي مش من شيمات الرجال، ما تاكلش قدام الناس او ان انت ما تجيبوش خالص. نصيحه رقم 53، قبل ما تشتغل حاول ان انت تتحرك او ان انت تعمل تمرين. العب ضغط، اجري في المكان، انزل اتمشى شويه. في برامج كتير، في برنامج بتاع حد مشهور كده في موضوع الفيتنس عالميا، هو في جزء مدفوع وفي جزء مجاني. الجزء المجاني فيه اصلا كفيل ان انت تروح الجيم، بدل ما تقول للناس اتدرب ازاي، ان هو تتدرب فيه بكل الحاجات، سواء اللي هو اللي بيسموه مش عارف نسيت، اللي هو الجيم اللي هو بدون ماسلز، اللي هو بدون عضلات، او اللي هو الناس اللي بتبقى بتلعب بالكوره دي، او اللي هو بعضلات، او اللي هو الجيم اللي في البيت. ممكن تشوف اي برنامج زي ده وتخلي عندك تاسك مثلا الصبح ان انت 10 دقائق. يعني انا اكتر مده عملتها في الموضوع ده هو 10 دقائق. بشغل الموبايل قدامي، الراجل بيتنطط بيعمل حركات قدامي وانا بعمل زيه. الحركه اللي انا مستصعبها مش بعملها، الحركه اللي شايفها كويسه بعملها. نصيحه رقم 54، عرض نفسك لضوء الشمس وامشي في الشمس واقعد في الشمس. ادي نفسك تاسك كل يوم زي ما انا بعمل، ان انزل اقعد مع امي قدام الباب في الشمس، واجيب عيال الصغيرين الحلوين المقططين يتعرضوا هم كمان للشمس. حتى ابني هو قد كده اهو، كنا بنعرض للشمس ونعرض رجليه كده للشمس وايده للشمس، واقعد اتكلم معاها في موضوع معين، او يعني حاول ان انت تعرض نفسك للشمس. اقعد في الشمس، امشي في الشمس، اربط موضوع الشمس باي موضوع تاني بحيث ان انت تستغل الوقت ده وبحيث ان انت جسمك يتعرض للشمس. النصيحة رقم 55، استنشق هواء نقي. حاول ان انت ما تروحش في اماكن الهواء فيها ملوث مليان عوادم سيارات، او في بيئة مليان فيها زبالة او كذا. انا واحد من الناس ما بستحملش ريحة الزبالة. يعني لو عديت جنب كوم زبالة ممكن ارجع. رحت كشفت بسبب الموضوع ده، والدكتورة جايت لي حاجة غريبة، اول مرة في حياتي حد جاي يكشف، لان هو لما بيعدي في المكان الفلاني بيشم ريحة الزبالة مصارينه بتجلب وبيرجع في نفس الوقت. فحاول قدر المستطاع ان انت تمشي في اماكن كويسه وتستنشق هواء نقي، لان كل ما زاد الهواء النقي اللي انت بتستنشقه كل ما انتاجيتك هتزيد. فاتعامل مع جسمك زي ما قلنا زي العربيه، مدخلات كويسه هتبقى مخرجات كويسه. النصيحه رقم 46، خد دش ساقع. الناس اللي بتهزر او بتستهتر بموضوع الدش الساقع، وان الناس رابطين الدش الساقع بالنجاح، يا جماعه انا واحد من الناس لحد يومنا هذا في عز الحر بستحمى بميه فتره، او اللي هي الميه السخنه شويه. ولكن لما بكون عايز افوق وعايز انتج ورايا شغل كويس وعايز انتج الشغل ده ايا كان الوقت، باخد دش ساقع. الدش الساقع مفيد، اولا بيقلل القشره اللي في الجسم، بيقلل الحبوب اللي في الجسم، بيشد البشره، بيخلي البشره انقى، بيفتح البشره، بيخلي الجسم يبذل مجهود، يخلي الجسم يبذل مجهود عشان يوصل لدرجه اللي هي اعلى من البروده، فتبدا ان انت جسمك ينشط وتقدر ان انت تشتغل. يعني ما تستهونوش بموضوع الدش السريع. جرب موضوع الدش السريع، نفع معاك خد يا عم دش سريع. النصيحه رقم 47، قبل ما تنام تخلي حراره جسمك 18. ازاي؟ انت عشان تنام، انا بنام على التكييف اللي هو ال 18، او في وضع معين كده انت بتظبط التكييف على 18، وهو لما يوصل ل 18 بي بيفصل، وبعد كده يرجع الاوضه تسخن، وبعد كده يبقى 18 عشان تقلل استهلاك الكهرباء والكلام ده. طب انت ازاي تظبط جسمك على 18 في البدايه؟ ادخل قبل ما تنام خد دش فاتر شويه، مش ساقع ومش سخن. الميه اللي هي انت جلدك قادر يستحملها، اللي هي الدرجه اللي بعد الدرجه العاديه. يعني ميه ساقعه، بعد كده ميه عاديه، بعد كده الدرجه الميه اللي هي الفاتره، اللي هي مش بتغلي ومش مش بتطلع بخار. خد الدش ده
ادخل نام هتلاقي جسمك بيبذل مجهود عشان بدل ما هو حران عشان هو يبرد. في الفترة اللي جسمك بيبذل فيها مجهود عشان يبرد هتلاقي نفسك انت بتبدأ ان انت تسترخي شوية وتقدر تنام. طيب انت لو يعني ده عكس اللي احنا بنقوله، ده عكس الانتاجيه. انت دلوقتي مش عايز تنتج، انت عايز تنام. عايز تنتج خد دش سريع، عايز تنام خد دش بدرجه 18 اظبط التكييف على 18. النصيحه رقم 48، نام في هدوء وفي ظلام. الفيديو بتاع اليكس هرموزي اللي هو جاب لي الفيديو ده، الراجل كان بيقول ان هو بينام في اوضه زي دي، زي الاوضه اللي انا بشتغل فيها. الاوضه دي ما فيهاش شبابيك، يعني هي فيها باب بس ما فيهاش شبابيك. الاوضه ضلمه ما فيهاش لمبه. وعلى فكره يا جماعه لو بحثنا هنلاقي ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمل كده، كان بينام في مكان اولا ما فيش حد فيه صاحي، ما بيدخلوش ضوء، يعني ما بيدخلوش ضوء، وفي نفس الوقت ما فيش تهويه كبيره، ما فيش تهويه كبيره. فنام في ظلام، في ظلام، الدنيا ضلمه وفي هدوء، مفيش اي حاجات مزعجه حواليك، حتى لو صوت مروحه.